وما زال الدولار الأمريكي ينخفض أمام الجنيه المصري ليصل إلى 49 جنيه و4 قروش في البنك المركزي المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنقول لكم على آخر تحديث لسعر الدولار قدام الجنيه المصري في بداية التعاملات يوم السبت، وكمان هنشارك معاكم شوية أخبار مهمة من البنك المركزي عن الاحتياطي النقدي. ركزوا معانا لو بتتابعوا السوق أو عندكم تعاملات بالدولار. سعر الدولار النهاردة ما اتحركش في البنوك ولسه ثابت زي ما هو. في البنك المركزي المصري سجل الدولار شراء 49 جنيه و4 قروش، بيع 49 جنيه و14 قرش، وده نفس السعر كمان في أغلب البنوك الكبيرة زي البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك الإسكندرية، CIB، بنك القاهرة، كلهم نفس السعر 49 جنيه و4 قروش للشراء، بيع 49 جنيه و14 قرش. يعني لو بتدور على البنك الأرخص أو الأفضل، الأسعار كلها متقاربة جدا ومفيش اختلاف بينهم دلوقتي. ولو بتدور على تحديث لحظة بلحظة، في زي المواقع الإخبارية زي اليوم السابع، دي فيها الأسعار محدثة أول بأول. خبر كمان مهم من البنك المركزي المصري: الاحتياطي النقدي بتاع مصر زاد شوية في آخر تحديث في نهاية مايو، ووصل إلى 48.52 مليار دولار. أتمنى يا رب أكون فدتكم ومكنش طولت عليكم. ألقاكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.